مساء الخير أو صباح الخير وقت ما بتشوفوا أو بتسمعوا الفيديو، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من ضحكتنا الحلوة. الأمثال الشعبية ساعات بنقولها على لساننا كده من غير ما نفكر هي اتقالت ليه ولا قصتها ايه. مثل النهاردة كلنا تقريبا استخدمناه في مواقف كتيرة ومختلفة: دخول الحمام مش زي خروجه. انت عارفة المثل ده بيفكرني بإيه؟ بمثل اللي اختشوا ماتوا اللي احنا قلناه قبل كده. وده المثل ده بيقول إن دخول الحمام مش زي خروجه، لأن كان زمان في تركيا برضه واحد فتح حمام جديد وعايز يجذب الناس، قام عامل إعلان كده وقال الدخول مجاني. الناس طبعا أول ما سمعت جريوا كلهم ودخلوا الحمام. الراجل ده كان لئيم جدا، مسك هدوم الناس وحطها عنده، ولما خلصوا وطلعوا عايزين طبعا ياخدوا هدومهم، قال لهم تمام، بس علشان تاخدوا هدومكم لازم تدفعوا. الناس اتصدمت وقالوا له ازاي، ما انت قلت الدخول مجانا. رد عليهم بمنتهى البرود وقال الجملة اللي بقت مثل لحد النهاردة: دخول الحمام مش زي خروجه. ومن ساعتها بقى المثل ده بيتقال على أي حاجة شكلها سهل في الأول لكن تطلع معقدة أو فيها فخ. فعلا المثل الشعبي عمره ما بيتقال من فراغ، وبيفضل عايش بينا من جيل لجيل، لأنه بيعبر عن مواقفنا اليومية. دخول الحمام ايه مش زي خروجه طبعا، جملة قصيرة بس وراها كتير من الحكايات. استنونا في حلقة جديدة من ضحكتنا الحلوة مع مثل جديد وضحكة جديدة من تراثنا الشعبي. كانت معكم رانيا مصطفى والدكتور مجدي اللي بيجيب لنا قرار الأمثال. واوعوا تنسوا تكتبوا لنا، ولو عايزين نجيب لكم قرار مثل تاني وكمان تشتركوا في القنوات بتاعتنا